نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض أمام غريمه وضيفه برشلونة ب3-2 بعد مباراة مثيرة لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني. الفريق الملكي أضاف سطرا جديدا إلى أحزان الفريق الكتالوني ورفع رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة على بعد 11 نقطة من غريمه وملاحقه المباشر برشلونة. ورقة الكلاسيكو بدت محكمة التسطير وعنوانها دائما شمس المنتصر لا تغرب. الريال رفع الأمان في دور الأبطال هذا الموسم، وحال الفريقين فيه غائب وحاضر كحال فينيسيوس وغافي. وضعيتهما في ترتيب الليغا تعكس تدرجهما في سلالم البرنابيو. الريال في السقف والبارسا ينظر إليه ملاحقا. لاحق برشلونة الهدف مبكرا، تحقق ذلك برأسية من كريستنسن. استدار تشافي للتعبير عن فرحه وقابله اللاعبون بابتسامة بعد عبوس الشامبيونز ليج. ركز الريال على رد الفعل، ما كان مؤكدا أن التمرير عند مودريتش بنفس الجودة من أخمص قدميه إلى رأسه. في الجهة المقابلة كان هناك سباق للسرعة بين كامافينغا ولامين. جمال تفوق في الرفض وفشل في التسديد بنجاح لونين. صافرات الإنذار سمعت وأعلن الهجوم مجددا من الريال. فاسكيز سارع بالتقدم، الخطأ حاضر وتقديره ركلة جزاء. هناك من صدمته الدهشة، رافع بعدم الصحة والرد دون تداول، القرار مؤيد. استعد فينيسيوس بما رآه صالحا للتنفيذ، سجل هدف التعادل واتجه كعادته للتحية برقصة المتزلجين. أكد برشلونة بعدها أن كراته الثابتة لها نسبة عالية من الخطورة. طالب برشلونة حسب تقديرهم بالهدف. تم اللجوء إلى دقة الفار. ألغيت أمنية التقدم. تواصل الصراع بين يامال وكامافينغا. هيئ لتشافي بأنها ركلة جزاء، أجابه إدواردو بصفة فورية. تمدد بعدها الريال هجوميا، سارت الكرة بالسلاسة المعهودة بوجود مودريتش. الكرواتي سدد على غير المتوقع منه. إشارة الحسرة لغة عالمية. الصدمة التي تلقاها برشلونة هي إصابة ديونغ. التقدير أنه لن يواصل، والتقدير بلغة الاحترام ناله من مناصر الريال. انطلق المدربان من نفس خط الصراخ، أصحاب العشرين وما دون ذلك من لاعب برشلونة. سمعوا تشافي. يامال بادر بالصناعة، وفيرمين لوبيز أنهى المنتج بالتوقيع. الهادئ شجع بالتصفيق الذي وصل كتحفيز مضاعف. فينيسيوس وزع الكرة، ولوكاس فاسكيز عدل النتيجة، وكأنه يقول: لا تبحث عن الفرح إلا في أوجه مناصر الريال. بعدها ابتعد فينيسيوس بسرعته عن أي ملاحق له. تير شتيغن أغلق كل المنافذ أمامه. غادر فينيسيوس مستبدلا، لكنه لم يكف في البحث عن سبب الخروج. ما بعد الوقت الأصلي تسمى بدقائق الريال، تتسع فيها الرغبة في الانتصار. بيلينغهام سجل هدفا يعادل 6 نقاط، هدف تحس بعده أن الفرح له لون، هو الأبيض. جلس المحتارون ووقفوا أيضا يشاهدون فرح أصحاب الدار الذين أخبروا تشافي أنك ستغادر آخر كلاسيكو لك بخسارة لم تتمناها. الليغا غطاها الأبيض وفتحت ذراعيها للريال.